السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل يوم جديد بصبح على حضراتكم، بصبح على كل المصريين. صباح الأمل، صباح العمل. طبعا بفضل الله حجاج بيت الله الحرام من المصريين وغير المصريين أدوا الفريضة، فريضة الحج الأعظم، الركن الركين من أركان الإسلام. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منهم هذا السعي وهذا الجهد وهذا الدعاء وهذا الابتهال، وأن يعودوا بفضل الله وبسلامته إلى أرض الوطن. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها فرضا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مراضعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. بصبح عليكم مرة تانية. بعد الفاصل نبدأ معكم هذه الجولة من الأخبار واللقاءات في برنامج بصبح عليك. أجدد لحضراتكم التحية وأبدأ مع حضراتكم هذه الجولة في الأخبار، ودائما نبدأ بصحيفة أخبار اليوم، وبنبدأ بها دايما علشان النص كلمة المميزة لأستاذنا الكبير الأستاذ أحمد رجب. وفي نص كلمته النهاردة: الثورة ربما تكون قد غيرت قشورا في الفساد لا الفساد نفسه، فما تزال مثلا إعلانات الوظيفة الخالية يعلن عنها في الصحف بعد أن يكون قد شغلها محظوظ مسنود. النائب المحترم لا يزال غير محترم، وهو يستثمر الحصانة في التجارة المحرمة واغتصاب الأراضي. تقارير الرقابة الإدارية معظمها يختفي في الأدراج وأقلها في النيابة. الدرج المفتوح في مكتب موظف الحكومة لتصب فيه الرشاوى. رسائل الدكتوراه والماجستير للمعيدين والمدرسين النوابغ تتعثر عند الأستاذ لحساب ابن الأستاذ، ولا يزال ابن الأستاذ يحصل على امتياز ولو كان من أكلة البرسيم. الله عليك يا أستاذ أحمد، وعلى صدقك وعلى مصداقيتك وعلى ألمك الذي ينحاز دائما إلى الوطن والمواطن. من أخبار اليوم أيضا تقليل الفوارق بين مرتبات الموظفين بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور. تبحث المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها خلال الأيام القادمة تصورا جديدا أعدته وزارة المالية يستهدف تحقيق نوع من التمييز بين أقدميات الموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه لكل شهر. من أخبار اليوم والصفحة الثالثة: أفضل وظيفة لأوباما. انتقل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مطبخ جمعية مائدة مارش الخيرية، وهي إحدى مجتمعات أو منظمات المجتمع المدنية التي ترعى الأطفال المشردين والأسر ذات الدخل المنخفض، أثناء استقبال الرئيس الأمريكي المتطوعين للجمعية والأطفال وتشجيعهم على أو قام بصنع سندوتشات الزبدة والمربى مع هؤلاء الأطفال.
نعم. اوصف الصورة. طبعا الرئيس أوباما طبعا رئيس أكبر دولة وإن كانت تتعثر اقتصاديا الآن، يقف يرتدي هذه المريالة كما تعرف أو الزي المميز للمطبخ، ولابس الجوانت طبعا كالتزام بمعايير الصحية، وفي طالب أو أحد هؤلاء واقف يضع يديه خلف ظهره ويتابع الرئيس أوباما وهو يصنع السندوتشات بيديه. نتمنى أن كل رؤساء العالم وتحديدا العالم العربي يكونوا في نفس بساطة وشياكة الرئيس أوباما. أخبار اليوم: تنسيق القبول بالجامعات الخاصة في الميزان. أمين مجلس الجامعات الخاصة النظام الجديد حقق العدالة ونجح في القضاء على الحجز المسبق. ارتفاع الحد الأدنى للقبول بمعظم الكليات عن السنوات السابقة. ندرس أن يكون التنسيق على مرحلتين فقط وأن يكون مركزيا. هناك جامعات أهلية كثيرة في الطريق وبرعاية جامعات حكومية، دليل جديد لشروط التقدم لإنشاء جامعات خاصة جديدة. في دستور 50 تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الانتخابات بالنظام الفردي واستمرار نسبة العمال والفلاحين لدورتين. الإبقاء على الشورى وتعيين ثلث أعضائه. إلغاء مدنية الدولة لتجنب الصدام مع الأزهر. التحالف الشعبي يحدد موقفه من الاستمرار بالإنقاذ الأسبوع القادم. والكرامة يختار رئيسا جديدا تحسبا لإقراره. المصريين الأحرار يختار مرشحيه وفقا للنظام الفردي. من أخبار اليوم هذا الخبر الرياضي: يوسف خايف من كابوس كوماسي. الأهلي يسعى لمصالحة الجماهير بغزل القطن غدا. ومعسكر إعداد لطنطا في الجونة غدا، لأن طنطا تأهلت أو هتبدأ رحلتها في كاس مصر إن شاء الله، نتمنى لها كل التوفيق. من صحيفة الوطن: الجنايات تستمع اليوم لشهادة مدير المخابرات الأسبق ورئيس الأمن القومي في أول جلسات سرية لمحاكمة القرن محامي العادلي. الشاهدان سيغيران مجرى القضية وسنثبت ضلوع العناصر الأجنبية في أحداث الفوضى والقتل. مرشح الثورة تعلن موقفها من دعوات ترشيح السيسي للرئاسة الاثنين المقبل. في المصري اليوم: خاطف المصريين في ليبيا الإفراج عن أقاربهم مقابل إطلاق سراح 50 سائقا. الليبي يمهل الحكومة 10 أيام ويهدد بقتل المختطفين. والخارجية اتصالات لاستيضاح الأمر. الكهرباء تطالب بإلغاء الدعم عن المشتركين الأكثر استهلاكا. اللواء أحمد أسامة إبراهيم قائد المهمة المستحيلة: الثغرة خطيئة تدخل السياسة في العسكرية. طب أخد الخبر الشهيد إبراهيم الرفاعي. أباد موقع إطلاق القذائف على عبد المنعم رياض بعد طلب عبد الناصر الثار. 40 عاما على استشهاد الرفاعي مصدر رعب إسرائيل. صبيحة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان حرب الاستنزاف، طلب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الانتقام من خلال رد فعل سريع وقوي ومدون حتى لا تتأثر معنويات الجيش المصري باستشهاد قائده. تلقف إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال كلمات عبد الناصر وعبر القناة برجاله واحتل موقع المعدية نمرة 6 الذي أطلقت منه القذائف التي كانت سببا في استشهاد الفريق رياض. أباد كل من كان في الموقع من الضباط والجنود البالغ عددهم 44 عنصرا إسرائيليا، حتى أن إسرائيل من هول هذه العملية تقدمت باحتجاج إلى مجلس الأمن في 9 من مارس عام 69 يفيد بأن جنودها قتلوا بوحشية. من صفحة الأخيرة في المصري اليوم: يهدي من يشاء. هذه آية من القرآن الكريم. منتج الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم أدى فريضة الحج هذا العام. أدى الهولندي أرناود فان درون منتج الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم
فريضة الحج هذا العام قائلا إن دموعي لم تتوقف منذ وصول مكة وأنا أعيش الآن أجمل اللحظات. سبحان الله سبحانه وتعالى. يعني بالحسنى وصلنا أو لنهاية جولة الأخبار، وبعد الفاصل نتواصل في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور ياسر عبد الرحمن والمبتهل المنشد الديني بهاء الدين نادي، لنعيش نقدر نقول ابتهالات ومواويل وبعض الأمور المتعلقة بتلك المناسبات والأعياد التي نعيشها الآن. بعد الفاصل نتواصل، انتظرونا. صداقة كل الأديان، من كل عرق ومن كل جنس، صحي ضميرك يا إنسان. بكرة اللمة الحلوة تعود، نزرع كل الأرض وجاي بكرة نهار جديد نفرح فيه ويفرح فينا، نزرع الأرض الوعي حب وأمل وين ما مشينا، بكرة تجمعنا الأيام على الخير وعالسلام، نكون سوا 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 بنلون الجو بأغانينا. بكرة يومك يا بلادي، نملى الفرحة في كل مكان، نبني مستقبل لأولادي يعيشوا بخير وأمان. صباح يهدينا وردي وشمس نهار جديد، صوبي جاي يودينا مهما بكرة يكون بعيد، في أحلام بتناجينا وفي ضحكة بتنادينا، والأحزان نقدر بإيدينا نغيرها وتتحول عيد. احنا صوت الخير شمس الأيام، احنا يوم جديد آيات سلام، احنا نايات الحب وروح الأنهار، احنا قافلة من شرق الأحلام، مستنينا جناح الهوى بكرة نكون أحلى سوا، افتح أبواب الأمل للعد ما انتهى. لأولادك يا بلاد
عالأرض مواعيد. أجدد لحضراتكم التحية في بصبح عليك لهذا اليوم. والنفس البشرية والروح تتغير حالتها ما بين السعادة والحزن وبين الوسطية. لأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا وجهنا بأن نروح القلوب ساعة وساعة، لأن النفوس أيضا تصدأ إذا لم تتغير حالتها، ربما تصدأ وتبقى على حال. علشان كده الأغاني والترنيمات وبعض الأناشيد الحماسية تعطي وتغير حال الإنسان، كما أن هناك أيضا لنا أغنيات مرتبطة ربما بنصر أكتوبر، الله أكبر بسم الله، وبعض الأغنيات مثل عاش اللي قال الرجال. كل هذه الأمور بتعيش معانا، وعندما نسمعها أو تردد نجد تغيرا في النفس. عشان كده احنا في هذا الملف في هذه الحلقة بنناقش الأغنيات نقدر نقول الدينية التي ترتبط بمناسبات معينة عاشها المصريين ووضعها المصريين. احنا اليومين دول بنعيش في أيام وفي ظروف عيد الأضحى المبارك، وفي أداء فريضة الحج، وفي أغاني وطنية معينة تتعلق بمصر. علشان كده بنناقش كل هذه الأمور مع ضيوف المحترمين، الدكتور ياسر عبد الرحمن مدرس تاريخ الموسيقى العربية بجامعة بنها. دكتور أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. أنت بالصحة والسلامة. أيضا المنشد الديني الأستاذ بهاء الدين نادي. أستاذ بهاء أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. عايز أبدأ بالدكتور ياسر عبد الرحمن. نعم موهبة. طيب حاضر، حسب ما الإعداد كاتب لي يا أستاذ. نبدأ بالقوالب الموسيقى العربية كثيرة جدا، أشكالها كثيرة جدا. على أي أساس إحنا بنختار قالب معين نؤدي به أغنية لمناسبة معينة؟ تمام. أولا كل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك الشعب المصري إن شاء الله بخير. القوالب الموسيقية منها قوالب آلية ومنها قوالب غنائية. احنا بصدد القوالب الغنائية، من القصيدة، التقطوع، الموشح، الدور، إلى ما إلى ذلك وما إلى ذلك. اللي بيحدد القالب الكلمة. نعم. الكاتب بيكتب قصيدة، الملحن مش هيقدر يحولها لتقطوع. بيكتب تقطوع من الملحن كما يؤتمر. المناسبات الاجتماعية اللي احنا بنمر بيها، مثلا اوبريت، مسرح، بنعمل نصر اكتوبر، فبيتطلب المناسبة تتطلب اوبريت. فيلم سينمائي كما حدث يوم 6 أكتوبر. كما حدث يوم 6 أكتوبر، كل 6 أكتوبر. فيلم سينمائي. التقطيع تنتشر، القصائد، أم كلثوم لما ظهرت وعبد الوهاب، خدت بال حضرتك. فإذا المناسبة لها دور في اختيار القالب، الكلمة تحدد القالب، والملحن ما عليه إلا أنه يترجم هذه الكلمات إلى لحن يصل به إلى قلوب الجمهور. نعم. طيب عايزين ناخد تطبيق في هوى خير العباد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واضح أنه هو موشح له بعد دين وعمق دين أيضا بهاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. دايما في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تطيب النفوس وتسمو. فأنا دايما بحب أبدأ أي لقاء، أي شيء، أي مناسبة بهوى خير العباد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله. تفضل. في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهم فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام، فهنيئا لفؤاد
فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام المرام. وانا في مدح محمد مغرم والله يشهد. وانا في مدح محمد مغرم والله يشهد. انا في اوصافه قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهام. فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام نال من طه المرام. جميل جميل. يعني بحس كده ان الكلمات فيها مرونة ودلع، يعني لكن دلع في الاحترام، يعني انها بتساعد المؤدي بانه هو يعني وانا في مدح محمد مغرم والله يشهد. الكلمات معبرة في المعنى والمناسبة يا دكتور؟ طبعا. الكلمة هي أساس العمل، سواء في الأغنية، نعم، سواء في حتى في المسلسلات، في الأفلام. الكلمة هي الأساس. حتى يقول لك الكلمة الطيبة صدقة. خدت بال حضرتك؟ فطبعا الكلمة لابد أن تكون معبرة. إذا كانت الكلمة معبرة وسليمة، سليمة الإيقاع، الملحن يجد يعني مادة خصبة يترجم بها أو يعبر بها عما يجيش في صدره في هذا الصدد. طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال فني يعني خاص بالموسيقى. عندما لو حضرتك ملحن وجاءتك كلمات، المدخل إيه اللي بتعمله مع تلك الكلمات؟ هل بتقعد ترددها؟ هل بتقعد تقولها بشكل معين بدندنة معينة زي ما كان أبو وهاب بيعمل لكي تحدد اللحن اللي أنت هتبدأ بيه أو المقام اللي هتبدأ بيه؟ تمام. أولا لابد أن يعيش الملحن في جو روحاني يستقيه من الكلمات. بمعنى إذا كانت الكلمات هي كلمات لقصيدة، فلا بد أن يستمع جيدا لمن كتبها وهو يقرأها ويعرف معنى ومضمون كل كلمة. لازم يسمعها من كتبها علشان نطق الكلمات والحروف والكلام ده بالضبط، كي يستشعر المعاني. لابد ويعلم كل كلمة نعم تعني إيه، ويحاور الكاتب إيه اللي أنت كنت حاسه وأنت بتكتب البيت الفلاني، اللي هو بقى بين قوسين المعنى في بطن الشاعر. المعنى في بطن الشاعر. يقوم ينتقل المعنى من بطن الشاعر إلى بطن الملحن. تمام. فبعد ما يهضمه يبتدي يلحن. الملحن يعمل إيه؟ لا، ده الملحن لابد إن هو يعيش يعني تبقى حالة مسيطرة عليه. أولا لابد إن يكون الملحن بما إني دارس لازم يكون على علم جاي يعني بالعروض الموسيقي، لابد علشان ما يخلش بمعنى الكلمة ولا بمنطق الكلمة. العروض الموسيقية اللي هي وزن الجملة الموسيقية يتناسب مع وزن الجملة اللغوية. العروض الموسيقي هو ترجمة موسيقية للعروض الشعري. العروض الشعري هو الميزان الذي تمام أعرف به الشعر الجيد من الشعر الغير جيد، السليم من المكسور. الشعر السليم هو ده اللي يلحن، هو ده الشعر الجيد. يعني واقفة يا دكتور. فضل. طيب امال الأغاني الهجس اللي بنسمعها اليومين دول بتتلحن ازاي؟ لا في عروض ولا حاجة موزونة ولا حاجة، يعني هل ده مضر بالسمع البشري بسمعنا؟ العروض مضر باللغة العربية. يعني حضرتك بتقول الشغل الصح انه لازم يكون الكلمات موزونة وجيدة، ثم الملحن بيوزن نقدر نقول عروضه الموسيقي او ميزانه الموسيقي بناء على هذا. طب امال اللي بنسمعه اليومين دول ايه؟ تصور ان حتى هذه الكلمات الهشه الضعيفه اللي احنا بنتكلم عنها ديت لازم تكون الكلمه سليمه، ما يكونش فيها اي خلل. يعني مثلا هقول لك، مش هندي امثال بقى في الصدد ده، لكن اقول لحضرتك العروض
مرتبط بالقصيدة فقط، بقالب القصيدة فقط. تمام. أما التقطيع والموشح وما إلى ذلك والديالوج المونولوج وما إلى ذلك حرة شوية. دي حرة. حرة. لكن الملحن لابد انه يكون عالم يعرف يقطع الكلمه. يعني مثلا في اغنيه عجباني جدا، تسلم الايادي، تسلم الايادي، ده التقطيع بتاع الكلمه. ما اقدرش اقول دي بحر ايه او التفعيله اسمها ايه، لكن التقطيع كده نفس تسلم الايادي، ده الايقاع بتاع الكلمه. لما يجي الملحن يلحن الكلمه دي لازم يحط الايقاع ده في اعتباره، سواء كان هيستخدم لحن سريع، ايقاع سريع، او لحن بطيء زي ما استخدم. تمام. طيب انا بعد ما هنسمع حاجه من بهاء عايز اسالك على ال 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 الاغاني المرتبطه بالبيئه، يعني كل بيئه سواء الصعيد او الدلتا او حتى كل محافظه داخل الدلتا بيكون لها اغاني مرتبطه بيها. هسمع منك تفاصيل هذا السؤال، لكن عايزين نسمع سافرت يوما، ده عن الاغتراب بهاء. دي لكل مغترب بيحس بالشوق والحنين لبلده طبعا. يعني ربنا يرد كل واحد مغترب سالم للبلد ان شاء الله يا رب. اتفضل. هنقول سافرت يوما، بس تحيه الاول لاخويا يحيى اللي كان معايا قبل كده، لان ده اصلا الموال اللي هو دايما بيقوله. يحيى زميلك لكن يحيى اخويا على فكره. هو يحيى اخوك ولا يحيى اخويا الصغير. انتوا فرقه ولا ايه؟ لا، ولنا اخ ثالث في السعوديه برضه نفس ان شاء الله. يخليكم لبعض. بسم الله. سافرت يوما وظل القلب في بلدي. يا سيدي يا سيدي. حاولت أنساه، حاولت أنساه، حاولت أنساه، لكن خانني جلدي. أنساك يا مصر، أنساك يا مصر، كيف القلب يسكنني، وكيف للروح أن تمضي عن الجسد. الله. أهواك عمرا جميلا لا يفارقني، أهواك عمرا جميلا لا يفارقني، وقصة من أهوى تحيا إلى الأبد. في القلب نبض، في القلب نبض، وفي الأعماق أغنية. مهما رحلت، مهما رحلت، سيبقى القلب في بلدي. الله الله الله, الله. بجد مصر تستاهل أكتر من اللي أنت قلته يا بهاء بجد. طيب عايز أسأل، كيف تحدد البيئة أو تفرض أغنيات معينة، أناشيد معينة، أدوار معينة؟ ده بيحصل؟ طبعا. أولا في مصطلح أنا هستخدمه، أعتقد أنه يستخدم لأول مرة، أن هناك خريطة موسيقية لمصر، خريطة موسيقية للوطن العربي. بمعنى أن مثلا تجد أن خريطة التضاريس العادية بتاعت مصر، تجد أن منطقة ساحلية، في منطقة جنوبية، منطقة الدلتا، الشمال، الشرق سيناء، السواحل او الحدود، في الحدود، المناطق الحدوديه، والمناطق الوسطى، القاهره. واضح جدا. يعني السيناويه لهم اغاني، ايوه، ولهم الحان. حضرتك قلت اهو. القناه لهم السمسميه بتميزهم احسن اغنياتهم. تمام. قول انت بقى. ايوه. لا يعني اقصد اقول هو كده صح، هو كده صح. السواحليه سواء بورسعيد او اسكندريه لهم اغانيهم. السويس، اسماعيليه، بورسعيد، ده خط. تمام. شوف حضرتك بقى، تجد ان كلما ابتعدت عن المدنيه كانت الطبول ظاهره وتقل الالات الوتريه، الالات الموسيقيه. هل ده له رجوع للمساله الشرعيه شويه؟ لا ولا ملهاش لا, دعوة؟ على فكره موضوع الشرعيه
مش الشرعيه اللي احنا بنتكلم لا مش اللي هوصلنا الشرعيه بيها دي. السياسيه، انا بتكلم لا، على الشرع اللي هو استخدام الدف الموسيقى والغناء حلال 100%، والا ما كنتش اعمل فيها. خدت بال حضرتك؟ ده لكن بس- لها بس علاقه بايه؟ حضرتك ده بالاصول قول- ده قول على الافريقيه. اطلاقه حضرتك. لا يا باشا، خلي بال حضرتك، كل شيء على اطلاقه. اللي احنا البدايه حلال. لما تخش في حته انك انت بتلهي الناس عن ذكر الله حرام. لما مطربه، ده أنا عندي عامل كتيب في الموضوع ده، جايب حاجات يعني المحرم. حضرتك يعني عايز تقول الاغاني اللي هي فيها ايحاءات جنسيه وفيها اثاره طبعا وإغراء ده الذات، حرام. ده طيب. والمطربه اللي تغني وهي عريانة. عريانه على سرير النوم حرام طبعا. لما حضرتك بتقول حلال بالنسبه لايه؟ انا بتكلم عن الغناء، هو ده غناء؟ امال ده ايه؟ ده استعراض اجساد، استعراض جسد يا بيه. ده مش غناء. الغناء ما انت حضرتك سامع الغناء. هو النهارده لما تيجي ام كلثوم وتغني وهي سيده وتقف تقفوا والميكروفون على بعد مترين نعم منها، نعم هو ده حرام؟ النهارده وانا جايب العربيه مسافه دي قطع هاجي ازاي؟ هنام في الطريق وانا جاي لك الصبح. لازم الموسيقى ولازم الغناء. سمعت ايه الصبح انت ايه؟ انا بصراحه كنت بسمع بهاء. كنا بنعد للحلقه. طيب بمناسبه بهاء، يعني انا ملاحظ ان هو خامه صوتيه جيده. كيف ينمي ويطور تلك الامكانات الصوتيه؟ اولا بهاء يتبع مدرسه المشايخ، ودي المدرسه اللي خرجت من عبايتها الموسيقى العربيه. يعني حتى في الاصول تجد ايه؟ الشيخ سلامه حجازي، الشيخ زكريا احمد، نعم. الشيخ سيد درويش. نعم. بعد كده لبسنا البدل وبقى والشيخ سيد مكاوي. والشيخ سيد مكاوي. تمام. فاحنا الموسيقى العربيه خرجت من عبايه المشايخ. ادي اول نقطه. ال ال الكلمات الشيخ امام والشيخ امام بالنسبه للاغاني الوطنيه الثوريه. شوف حضرتك بقى، ده الغناء اللي انا بتحدث عنه. بتاخد منه الاغنيه العاطفيه من العبايه دي، اللي هي مش عاطفيه انها تثير المشاعر والغرائز ولا لا، تخرج منها الاغنيه الوطنيه. نعم. تخرج منها الاغنيه الاجتماعيه، اغاني اسماعيل ياسين وشكوك وسرية حلمي. تمام. دي اغاني في منتهى العظمه لما حد يقعد يحللها رغم ككلمات. ان هي فيها بساطه والانسان بيضحك، لكن بتوصل فكره وبتوصل معلومه وتوصل حل للمشكله. أيوة. تعرف تبرز المشكله وتجيب الحل. واقول لحضرتك حاجه اعتقد برضو انها اول مره تتقال، الموسيقى اللي بيقدمها اسماعيل ياسين من اصعب الموسيقات، وانا بقول اهوت، واي موسيقي يقول كلمه غلط. لانه بيقول كلمات غير موزونه. لا كلمات موزونه ومعروف بيعمل ايه، لكن نوعيه الموسيقى مش اي عازف يعزف الاغاني اللي بيغنيها اسماعيل ياسين او شكوك. او شكوك. بس اسماعيل ياسين لانه كان بيستخدم الات النفخ كتير، والتوزيع كان شغال وكانه بيشتغل على الاوركسترا مع ان الات بسيطه اللي كانت شغاله. اسماعيل ياسين بيقدم الطبلون اللي بتاخدوا بيقدمه. النماذج دي بتبحثوها الان؟ طبعا بتبحثوها على الادوات الحديثه، يعني بتجيبوا هذه الاغنيات والاصوات وتضعوها على الاجهزه الحديثه؟ لا بتبتدوا تبحثوها كيف؟ بنبحث بنحلل الاغنيه. احنا مثلا بنجيب، يعني هناك مثلا بحث لسه كنت مشرف عليه، الاغنيه الوطنيه عند ام كلثوم. جمعنا الاغاني الوطنيه اللي غنتها ام كلثوم وخدنا 7 اعمال منها وحللناها. وما زال لها الرياده حتى الان. طبعا. وسيد درويش ما زال موجود، ونبحث، واتعملت عشرات الابحاث عن سيد درويش وام كلثوم وعبد الوهاب، وما زالت لسه بدري. كيف نعد بقى بهاء وامثاله؟ اولا مدرسه القران الكريم في الاطار ده.